جولة كده اللي ما عملش تريبل كابتن على راشفورد هينزل جدا في الترتيب. شفنا مجموعة من المشاهير ومجموعة من النجوم ومجموعة من اليوتيوبرز المميزين جدا ازاي عملوا تريبل كابتن على راشفورد، والحمد لله انا كنت منهم. عليك جدا في الترتيب، ان شاء الله فريقي في اخر الحلقة. لكن الحلقة دي يا جماعة فيها مجموعة منتقاة من اليوتيوبرز ومن المشاهير ومن المجموعة اللي احنا بنحبهم جدا والمفاجآت، فتابعوها بجد للاخر لان فيها مجموعه جميله جدا. وانا بصراحه ما كنتش عارف اعمل ايه، هطول اكتر من كده، هنوصل بقى كده لوقت طويل جدا، فبدات اختار كده واقلل في المجموعه اللي موجوده لاني مش عايز الحلقه بصراحه تطول اكتر من كده. ويا رب دايما كده نستمتع بالفانتزي مع بعض. اخباركم ايه يا شباب وعاملين ايه؟ وحلقه جديده النهارده، حلقه استخبارات الفانتزي. مجموعه من النجوم ومجموعه من الاصدقاء كده هنجيبهم النهارده ونشوف عملوا ايه، وحكايه التريبل كابتن بتاعه راشفورد دي فرقت ازاي مع معظم الناس. الحمد لله كانت جوله بالنسبه لي ممتازه جدا وعليت جامد في الترتيب. ان شاء الله خلينا كده نشوف فريق في اخر الحلقه زي ما قلت لكم في المقدمه. لكن زي ما وعدتكم كده انتوا طلبتوا مني مجموعه من الاصدقاء، وهجيب لكم كده الكومنتس وهجيب لكم الفرقه على بناء على الكومنت اللي انتوا بعتوه لي. يعني اللي بعت لي كومنت يقول لي عايز الفلاني انا ان شاء الله هجيبه اكيد في الحلقه، وده اللي حصل فعلا. وان شاء الله يا رب يعني تعجبكم الحلقه وتعجب كل الاصدقاء اللي بعتوا لي والكومنتس اللي جات لي في الحلقه اللي فاتت. لكن وبدون مقدمات كتير، اكيد طبعا اول واحد واكتر واحد دايما بيجي لي عليه طلبات والحلقه اتاخرت، الحلقه ليه ما نزلتش؟ طبعا كنا منتظرين الجوله تخلص امبارح. فيعني اول واحد معانا هو محمد ابو تريكه. محمد ابو تريكه ويعني المتالق برضو الفتره اللي فاتت دي بشكل جيد. هو طبعا كان عمل تريبل كابتن لو فاكرين كده من كام اسبوع على هالاند، فطبعا ما عرفش يعمل تريبل كابتن المره دي، فكم كابتن راشفورد عمل المطلوب منه طبعا وجاب 20 نقطه في المباراتين، والكابتنه طبعا عملت 40 نقطه، فرقت جدا مع ابو تريكه طبعا في الجوله دي. جاب زي ما بقول لكم 83 نقطه بماينس 4. لكن خلينا برضو نشوف كده مين اللي فرق معاه. فرق معاه كوكوريلا طبعا في الدفاع، ويعني نونتو يا جماعه اللي انا قلت لكم من الحلقه اللي قبل اللي فاتت ان ابو تريكه كان عنده رؤيه ممتازه جدا ان هو يجيبه. نونتو اللي تألق مع فريق ليدز طبعا في مباراه مانشستر يونايتد، وزي ما انتم شايفين كده جاب 11 نقطه، فاعتقد يعني انها كانت ممتازه جدا لمحمد ابو تريكه. خلينا نشوف تغييرات محمد ابو تريكه. هو كان جاب فوبر مكان تيرني، اخيرا باع تيرني طبعا اللي يعني فعلا كان عامل مشكله لانه كل اسبوع بيبقى مش بيلعب، وكل اسبوع كده ابو تريكه بيبقى متوقع كلين شيت من فريق ارسنال وما بتجيلوش، وطبعا زي ما انتم شايفين كده تخلص منه اخيرا. التغيير الثاني كان ديخيا مكان ادرسون. صراحه التغيير ده ما فرقش لان فريق مانشستر يونايتد في المباراتين اللي كان عنده في الدبل ما عرفش ان هو يجيب فعلا اي كلين شيتس خالص. ترتيب ابو تريكه عمال يتصاعد بقى ل 2 مليون 844 الف على العالم، وانا شايف يعني ان ابو تريكه بصراحه بيتقدم بشكل ممتاز، وعجبتني قوي رؤيته بصراحه في نونتو، وعجبني قوي ان هو يعني جابه كده من قبل الدبل وكان عارف ان هو ممكن يعمل حاجه معاه. هنشوف طبعا هيعمل ايه بقى نونتو في الفتره اللي جايه. على طول بقى نخش في دوري فريق بين سبورتس زي ما انتم شايفين ودايما بنتابعه كده مع بعض. عندنا مجموعه من السكورز العاليه جدا. طبعا سالم الحملي مازال متقدم كده ومازال متصدر وجاب 96 نقطه، وبعديه على طول محمد سعدون الكوري 97 نقطه. لكن خلينا كده ننزل شويه ونبص، شايفين مين؟ ذا روك جايب 109 نقطه، وائل جمعه يعني ما شاء الله يا كابتن وائل ايه الحلاوه دي، وهبعت لك الحلقه لان بصراحه يعني السكور عالي جدا 109 نقطه. شايفين برضو مجموعه من الناس يعني هاني خيري جايب 97 نقطه في المركز الرابع، واحمد المحمدي يعني 81 نقطه، وشايفين برضو في النص كده في المركز السابع دكتور طارق الجلامه. لكن خلينا نشوف فريق وائل جمعه اللي جاب 109 نقطه. يا جماعه ايه الحلاوه دي يا كابتن وائل ما شاء الله. لكن المشكله انه عامل ماينس 12 وماينس 12 يا جماعه. والله انا بقول لكم يعني من عن تجربه وعن خبره في الفانتزي الى حد ما، يعني السنين اللي فاتت صدقوني الماينسز دي مش بتعلي قوي كده السكور. يعني دايما لما هتعمل ماينس 12 منهم لاعبين مثلا مش هيجيبوا حاجه. يعني خلينا طب نشوف مين التغييرات اللي عملها كابتن وائل جمعه. هو جاب اوديجارد مكان رودريجو، جاب برونو مكان كيفن دي بروين، يعني ممكن نقول التغييرين دول كويسين. لكن جاب توني مكان متروفيتش، ما فرقتش تماما. توني جاب نقطه ومتروفيتش كان جايب نقطتين. التغيير اللي بعده ميتوما مكان الميرون، لا التغيير ده كان فعلا كويس لان ميتوما فعلا فرق جدا معاه في التشكيله، وهو ده اللي خلاه رفعه ل 109 نقطه في الجوله دي. ترتيب كابتن وائل جمعه ارتفع بقى ل 4 مليون 26 الف على العالم، ترتيب طبعا متاخر شويه، لكن ان شاء الله كابتن وائل تكمل كده على الميات دي وعلى المستوى الكبير ده. وطبعا التريبل كابتن بتاعت يعني راشفورد ظبطت الدنيا
تانية تماما في الجولة. وان شاء الله يا رب تستمتع كده بالحلقة دي، وان شاء الله تتابعنا كده بشكل مستمر في الفترة الجاية. خلينا على طول بقى نخش في فريق الدكتور طارق الجلامة اللي جاب 94 نقطة وببعت له الحلقات بشكل منتظم، ويا رب تكون بتعجبك. لكن كابتن طارق جايب 94 نقطة من غير تريبل كابتن يا جماعة، هي دي الحلاوة وهي دي يعني كلمة السر في الجولة دي. عنده طبعا دنك من فريق نادي برايتون، ما حدش عنده دنك، او ناس كتير ما عندهاش دنك. وعنده طبعا بام مي اللي ظبطني برده في الفرقة. احنا الاثنين على فكرة جبنا بام مي في نفس الجولة بالظبط، وبصراحة من ساعة ما جبت بام مي ده والدنيا بسم الله ما شاء الله كده ماشية حلو جدا. عنده ايضا ميتوما، فكل اللعيبة دي طبعا ظبطت السكور. هو طبعا كان عامل -4، والماينس 4 كان جاب اوديجارد مكان مارتينيلي. تغيير بالنسبة لي يا دكتور طارق ما كانش حلو قوي بصراحة، لان يعني هي مش فارقة، يعني هما الاثنين من ارسنال، والارسنال عندهم دبل جيم ويك الجولة الجاية، فكنت افضل يعني ان انت ما تعملش تغيير لاعب بلاعب كده. والتغيير الثاني كان دخيا مكان ادرسون، برده تغيير ما فرقش. يعني دكتور طارق دايما معودنا كده ان تغييراته بتبقى في الجون، لكن الجولة دي بصراحة ما كانتش التغييرات موفقة قوي. المهم يعني ترتيبه طبعا ارتفع لل 2,576,000، وما زال كده التنافس الشديد جدا مع كابتن ابو تريكة. طبعا هما الاثنين، لكن هو فرق شويه كده بتألقه في الجوله دي، ما فرقش كتير قوي. فاكرين المره اللي فاتت كان السكور بتاعهم هما الاثنين بالظبط فوق بعض، لكن دلوقتي هو فرق كده شويه عن محمد ابو تريكة طبعا. واعتقد كده المنافسه قويه جدا. لكن اللي في حته تانية بقى واللي ماشي ما شاء الله كده بشكل ممتاز جدا هو محمد سعدون الكواري، واللي جاب 97 نقطه بتريبل كابتن على راشفورد. وشفناه ازاي بيتكلم كده مع يعني دكتور طارق في الاستوديو، كان بيتكلم مع المراسل من الملعب الجميل كده زياد منصور، اللي يعني قال له انا هقول لانتوني هو اللي يتألق، لكن انتوني طبعا اتصاب في المباراه الاولى وما لعبش المباراه الثانيه. المهم محمد سعدون الكواري جايب 97 نقطه زي ما انتم شايفين ب-4، وتألق عنده مجموعه من اللاعبين، اولهم طبعا ميتوما. برضو عجباني قوي حكايه ميتوما دي، يعني صحيح طبعا عنده بلانك في الجوله ال25، لكن استفيد من الفورمه واستفيد من التألق بتاع ميتوما. وخلينا نشوف كده تغييرات. جاب مارشيال مكان متروفيتش، وجاب هاريس مكان ماونت. تغييرين طبعا الى حد ما، او الاثنين ما فرقوش كتير، لان يعني زي ما انتم شايفين كده الاثنين مع مارشيال طبعا ما لعبش، وكمان هاريس ما عملش غير 4 نقاط من انه لعب المباراتين، والمباراتين حتى ما جابش فيهم فريقه يعني نقطه الكلين شيت في نص الملعب، فما فرقوش كتير التغييرين. لكن المهم طبعا ان هو ترتيبه ارتفع الى الى ال 222,000 على العالم. ترتيب ممتاز جدا لمحمد سعدون الكواري. ويا رب كده دايما نستمتع بالفانتزي ونستمتع بالليج بتاع الدوري فريق بين سبورتس، اللي ناس كتير جدا بصراحه بتبعت لي عليه، والحقيقه مستمتعين جدا بالمجموعه دي. يلا بينا بقى على طول نخش في مين بقى، في صديقي الجميل فانتساوي اللي انا كنت شاركت كده في اللايف بتاعه وعمل لي تحيه جميله. حبيبي يا علي، والله يا رب دايما نستمتع كده مع بعض بالفانتزي، وسعدت جدا ب يعني تحيتك دي ليا. المهم يعني خلينا نشوف على طول كده فانتساوي عمل ايه في الجوله، وجاب 96 نقطه وبرده من غير تريبل كابتن، لانه طبعا كان عمل تريبل كابتن. وزي ما انتم شايفين كده يعني تألق كبير جدا لفانتساوي. طبعا برونو تألق معاه، راشفورد تألق معاه، نونتو اللي برده كان جايبه هو ابو تريكة، وقلت لكم ان التغيير ده كان تغيير مميز جدا من ابو تريكة. كمان احتفظ بهاري كين، ف 96 نقطه كانت ممتازه جدا لعلي. 96 نقطه هتفرق كتير جدا مع علي. التغيير اللي كان عمله في الجوله دي ان هو جاب برونو فرنانديز مكان دي بروين، والتغيير ده انا كنت بفكر فيه جدا، لكن انا فضلت اني ابيع هاري كين للاسف، ويعني قلت معايا شويه كده، وجبت مكانه نيكيتي. خلينا كده نشوف فرقتي في اخر الحلقه. المهم يعني علي طبعا ترتيبه ارتفع ل 659,000 على العالم. هو ده علي اللي انا عارفه. وعايز اقول لكم بقى تعالوا كده نشوف سجل علي ايمن فانتساوي في الفانتزي. الصراحه سجل عالمي، سجل تاريخي. يعني بصوا كده من الموسم اللي فات ال 80,000، اللي قبلين 111، اللي قبلين 519 على العالم، حاجه يعني تحفه. يعني سجل علي دايما برده 16 17 كان ال 16,000 على العالم. فالصراحه يعني انا عشان كده دايما بقول لكم علي رؤيته رائعه جدا في الفانتزي، وانا عارفه من زمان، يعني كنا اتقابلنا كده من زمان جدا. والله هتشوفوا كده علي هيتصاعد في الفتره الجايه وهيتالق اكتر واكتر. وزي ما انتم شايفين كده بدايه البشاير كده بتاعت التصاعد بدات مع علي. 2 من الاصدقاء كده كانوا طلبوا مني ان انا اجيب فريق مدمن فانتزي، محمد صلاح، محمد احمد كان طلب مني، وكمان ربيع برضو كان طلب مني. وقلت لهم ايه يا جماعه، اكيد يعني ان شاء الله مدمن فانتزي هيكون معانا، مفيش اي مشكله. ومدمن فانتزي زي ما انتم شايفين كده جاب 98 نقطه، لكنه كان عامل طبعا التريبل كابتن على راشفورد، حاجه مميزه جدا. وزي ما انتم شايفين كده طبعا كان عنده كمان هاري كين، فال 98
93 نقطة كانت يعني موجودة كده عند محمد صلاح في الجولة دي، وكان عمل تغييرين، كان جاب برونو فرنانديز مكان الميرون وجاب اوديجارد مكان كيفن دي بروين، والتغيير طبعا عمل مفعوله الممتاز جدا معاه، وترتيبه ارتفع الى ال 199 الف على العالم. اعتقد يعني ان هو ماشي برضو محمد صلاح بخطى ثابته، شخصيه جميله جدا بنستمتع كلنا بفيديوهاته، وما شاء الله كده دايما مبدع فعلا في الفن. كمان محمد احمد كان طلب واحد برضو من اليوتيوبرز المشهورين، محمود الزعبي، وطبعا من قناه هبد الفانتزي، وطبعا قلت له مفيش اي مشكله، الفرقه ان شاء الله هتكون معانا، وهو فريق نشامه اللي جايب 91 نقطه بوايلد كارد. المره دي بقى كان عمل وايلد كارد لانه كان عمل برضو تريبل كابتن، واعتقد الوايلد كارد كانت ممتازه جدا. طبعا كيبا في حراسه المرمى، وعنده برونو، وعنده كابتنة راشفورد، وعنده يعني ثنائي من فريق نيوكاسل، لكن للاسف طبعا نيوكاسل ما عرفش يجيب كلين شيت في الجوله اللي فاتت، وعنده نيكيتيا. هو بس المشكله انه حط هاري كين على البنش، يعني بالنسبه لي طبعا كانت صعبه شويه هاري كين على البنش. انا عارف ان هو ما كانش عنده بدائل كتير، لكن هاري كين ما ينفعش يبقى على البنش بالذات في ملعب يعني ملعب توتنهام الجديد. انا يعني ندمان جدا ان انا بعته، لان انا هجيبه تاني يعني، فمش عارف يعني بالنسبه لي طبعا كان قرار مش مظبوط قوي. طبعا هو الشخصيه الاردنيه الجميله، ترتيبه ارتفع الى 1,396,000 على العالم، وطبعا اعتقد يعني ان شاء الله ممكن نتابعه في الحلقات الجايه. هو احد الشخصيات الجميله اللي الواحد فعلا يسعد جدا ان هو بيتفرج عليه. اللي بعديه بقى هو يا جماعه اللي دايما بحب اتابعه كده، وبحب دايما اشوف اداؤه كده في الفانتزي، وهو مين؟ هو كابتن فانتزي، كابتن فانتزي شادي اللي عامل موسم اسطوري الموسم ده ما شاء الله، 95 نقطه بتريبل كابتن طبعا لراشفورد، وتألق كبير جدا لشادي في الموسم ده. لكن حظه كالعاده شادي مش عارف ليه يعني الصراحه دايما بيكون عنده كده مفاجآت غير ساره، هو عامل كل حاجه صح ما شاء الله، يعني كل حاجه ماشيه تمام. لكن المشكله الكبيره طبعا ان كازيميرو خد يعني طرد في المباراه اللي فاتت، وكازيميرو كان التغيير بتاعه وجابه مكان الميرون وعمل -1. يعني لو كان اي حد تاني غير كازيميرو كانت الدنيا مشيت افضل من كده، حتى مع شادي طبعا اللي كان عنده هاري كين وعنده كيبا، هم دول اللي فرقوا معاه مع التريبل كابتن. لكن كازيميرو طبعا عمل له ال-1، كان حتى لو ساب الميرون كان الميرون يعني جاب نقطتين وخلاص، بدل -1 كان فرقت في 3 نقط. المهم طبعا هو ترتيبه بسم الله ما شاء الله عمال يتألق، وبقى ال 52,000 على العالم. كان ممكن يبقى افضل طبعا زي ما قلت لكم لو كان كازيميرو كده يعني لعب حتى المباراتين وما خدش الطرد الغريب اللي خده في المباراه اللي طبعا، او الطرد العجيب اللي شفناه في المباراه بتاعه مانشستر يونايتد الاولى. صديقنا بقى محمد هشام قال لي عايز فريق ندى علي ندى، وندى علي ندى فريقه امامنا زي ما انتم شايفين امامكم، جايب كام؟ جايب 98 نقطه بتريبل كابتن طبعا لراشفورد، وتألق كبير جدا لندى علي ندى الموسم ده برده. ويعني زي ما انتم شايفين كده عنده هاري كين، عنده يعني إيدرسون بقى ولوك شو. المشكله برده انه كان عنده كوكوريلا على البنش، اعتقد يعني برده كان قرار برده صعب شويه ان هو هيلعبوا مكان مين، هي دي المشكله، هيلعبوا مكان لوك شو مش هيقدر، وايت طبعا مش قادر برده، تريبير، مارتينيلي، كل اللعيبه اللي عنده اوديجارد، فهو كان ممكن بس ما بينه وما بين متروفيتش، يعني هي دي الحته اللي ممكن كانت يعني هي كانت مباراه اصلا تشيلسي وفولهام، فكان ممكن بقى يختار واحد ما بينهم. لكن للاسف طبعا كان الاختيار في الحته دي كان ممكن يفرق معاه ويطلعه فوق ال100. لكن في كل الاحوال هو كان عمل تغييرين، اوديجارد مكان الميرون، وبرونو مكان صلاح، برده احتفاظه بمحمد صلاح في الفتره اللي فاتت دي كان برده يعني طول قوي ندى في الحته دي شويه. هو كان عنده ثقه في محمد صلاح اللي غالبا هنفكر فيه تاني طبعا بعد ما ليفربول عنده دبل في الفتره الجايه. لكن في كل الاحوال يعني ترتيبه ارتفع لل 106,000 على العالم، ترتيب برده ممتاز جدا لندى. وزي ما قلت لكم كده يا جماعه قولوا لي بس انتوا عايزين مين، وان شاء الله هيكون معانا في الحلقه، وفريق ندى معانا في الحلقه اهو زي ما انتم شايفين. احد الاصدقاء برده طلب فريق عبد الله العليان من بلوك 5 FPL، وزي ما انتم شايفين كده فرقته امامنا على الشاشه. وعلى فكره عبد الله يعني من الناس اللي ايه مش مشتركه في اي ليجز خالص، وفريقه بجد يعني مش سهل ان انت تجيبه، صعب يعني، انا بقول لكم بجد والله فرقته كانت مش سهله خالص. المهم ان هو معانا في الحلقه طبعا، وجايب 100 نقطه، 100 نقطه الجوله دي، 100 نقطه بتريبل كابتن طبعا عملها على راشفورد. وزي ما انتم شايفين كده تشكيله ممتازه فيها برونو وفيها لوك شو وفيها كيبا، يعني المجموعه متميزه كده المتكرره عند مجموعه الاصدقاء. وكان عمل تغييرين الجوله دي، كان جاب برونو فرنانديز مكان ماونت، وجاب نيكيتيا مكان هاري كين. برضو التغيير ده يعني الى حد كبير طبعا هو فرق معاه، لان برونو طبعا جاب نقاط اعلى من هاري كين، لكن هو في كل الاحوال ما بيعملش ماينسز، ماشي بشكل ممتاز جدا. وترتيبه يا جماعه ال 44,000 على العالم، اعتقد يعني ان احنا لازم هنتابعه بشكل متميز جدا الفتره
الجايه. هو واحد طبعا من النجوم المحبوبين جدا من الكويت الجميله الشقيقه، ويا رب دايما نستمتع كده مع بعض. ان شاء الله هنتابع طبعا تشكيلاته بشكل مستمر جدا في الحلقات الجايه باذن الله. كمان معاذ كان طلب مننا فريق عبد الله جاد. فريق عبد الله جاد برضو امامكم على الشاشه، جايب 66 نقطه في الجوله دي. طبعا الى حد كبير سكور مش حلو قوي. هو كان كابتن راشفورد، فعلا ما كانش عنده لعيبه كتير قوي. المشكله كمان ان عنده طبعا نيكو ويليامز كان جاب 5 نقاط على البنش من فريق نوتنغهام فورست، فيعني الى حد ما الجوله دي ما كانتش حلوه قوي بالنسبه له. هو كان برضو عمل تغيير الصراحه، كان لازم يجيب برونو الحقيقه، يعني افضل ان هو يجيب مدرك لاعب نادي تشيلسي، اللاعب الجديد اللي لسه طبعا يعني قدامه شويه كده، وجاب له نقطه واحده طبعا لانه خرج ما بين الشوطين. وزي ما انتم شايفين كده ترتيبه نزل الى ال1,436,000 على العالم. يعني ترتيب طبعا لسه عايز يشد حلو شويه عبد الله، لكن عبد الله شخصيه لطيفه جدا، فاكرينه طبعا كلنا بالفيديو اللذيذ بتاع ساديو ماني ومحمد صلاح. ففي كل الاحوال ان شاء الله يا عبد الله توفق في الفتره اللي جايه. واحد بقى من مفاجآت الحلقه دي وهو مين؟ وهو ادم العبد، اللي انا كنت قلت لكم الحلقه اللي فاتت ان شاء الله هيكون معانا في الحلقه الجايه. ادم العبد فريقه طبعا امام حضراتكم اهو، هدم فوت اف سي، وطبعا زي ما انتم شايفين كده جايب 85 نقطه بماينس 4. لكن مين ادم العبد ده برضه عشان لو حد مش عارفه؟ ادم العبد ده لاعب مصري طبعا، لكن هو انجليزي اصلا، يعني هو كان عايش في انجلترا، لعب مع المنتخب المصري يعني مباريات قليله جدا دوليه، وكان بيلعب محترف في الدوري الانجليزي سنين طويله جدا. لعب في برايتون ولعب في انديه طويله، يعني لعب في انديه كتير جدا في انجلترا، معظمها في الشامبيونشيب. لكن في كل الاحوال طبعا قلنا لازم ان احنا نشوفه كده ونجيب فرقته معانا. وزي ما قلت لكم جايب 85 نقطه، وعنده كيليان على البنش ب 11 نقطه، كان ممكن يفرقوا جدا معاه طبعا في الجوله دي. وزي ما انتم شايفين كده كان عامل ماينس 4، كان جاب برونو فرنانديز مكان كيفن دي بروين، وجاب نيكيتيا مكان متروفيتش. التغييرين دول يعني تغييرين منطقيين جدا. ترتيبه برضو ارتفع لل 718,000 على العالم. فيعني في كل الاحوال برضو هنبقى نتابعه ان شاء الله في الفتره الجايه، وهو ده يمكن كان مفاجاه الحلقه عندنا النهارده. في بقى عندنا برضو 2 يوتيوبرز تانيين. برضو احنا عارفين طبعا دكتور فانتزي كان دايما بيطلب مننا، لكن في واحد قبليه هنتكلم عليه، هو فانتاستيك فانتزي الدكتور سامح اللي جاب 78 نقطه. وانا شفت يمكن بالصدفه كده الحلقه بتاعته وهو بيتكلم على كابتنه مين هنكابتن مين، راشفورد ولا برونو فرنانديز، فهو كان عمال يقول لازم نكابتن برونو. والصراحه يعني برضو بالنسبه لي كانت يعني عمال افكر فيها برونو، لكن هو قرر ان هو كابتن برونو فرنانديز. اكيد فرقت معاه طبعا، جاب 12 نقطه بدل 20. كابتنه زي ما انتم شايفين كده فرقت معاه شويه، جاب 78 نقطه في الجوله دي. الى حد ما برضو ترتيبه يعني مش وحش قوي، هو 1,609,000 على العالم. وان شاء الله برضو نحاول كده نشاهد الدكتور سامح في الفتره الجايه. كان عمل تغييرين، منهم واحد طبعا بالنسبه لي كان مفاجاه شويه، وهو بامفورد مكان هاري كين. يعني هي ما فرقتش كتير قوي لان بامفورد جاب 7 نقاط وهاري كين جاب 8، لكن هي كانت رؤيه حلوه برضو بعد ما عرف ان رودريجو طبعا اتصاب. والتغيير الثاني برونو فرنانديز اللي جابه كابتنه مكان زها طبعا المصاب من فريق كريستال بالاس. الفريق اللي بعده وهو فريق بقى مين؟ دكتور فانتزي، اللي زي ما قلت لكم كده ناس كتيره جدا بتحب انها يعني تتابع فرقته معانا. هو جاب 65 نقطه في الجوله دي بكابتنه برونو برضو هو قرر ان هو كابتن برونو، فجاب 24 نقطه مكان ال 40 نقطه. فرقت طبعا كتير في الجوله دي لان طبعا راشفورد فعلا عمل جوله ممتازه جدا. وكابتن فانتزي كان جاب برونو مكان كيفن دي بروين، التغيير المنطقي العادي كده. وترتيبه طبعا نزل شويه بقى 1,851,000 على العالم، لكن انا اعتقد ان شاء الله انه الفتره الجايه برضو هيتالق جدا طبعا دكتور فانتزي. اخر فريق بقى عندنا في حلقتنا النهارده هو مين؟ هو فريق جبت فيه 111 نقطه الحمد لله. يعني جوله كانت ممتازه جدا بالنسبه لي، ويمكن افضل جوله كانت الموسم ده. 111 نقطه بكيبا، وطبعا زي ما قلت لكم كده بمي المدافع بتاع فريق نادي برانتفورد اللي سجل الهدف الاول في المباراه طبعا اللي كانت امام ساوثهامبتون وجاب كلين شيت. لكن يعني هو جاب نقطه واحده بس بونس، كانت فرق برضه لو كنت جبت النقطتين. الحمد لله طبعا يعني ممتاز جدا جدا. وطبعا عندي برونو فرنانديز وعندي طبعا تريبل كابتن بتاعه راشفورد. انا بس الحاجه الوحيده اللي يعني كنت ندمان عليها جدا في التغييرين اللي عملتهم ان انا جبت طبعا نيكيتيا مكان هاري كين، وجبت برونو فرنانديز مكان الميرون. لو بالنسبه لي يعني كنت متردد قوي اسيب هاري كين ولا لا، اللي خلاني يمكن اني ما بعتش كيفن دي بروين ان انا عارف طبعا ان في دبل جيم ويك لفريق مانشستر سيتي في الجوله
الجايه ان شاء الله. ولسه بقى متردد مين اللي هجيبه في الجوله الجايه، هل احاول اجيب ان انا يعني اشوف كده محرز مثلا اجيبه مكان برونو، ولا اجيب حد من دفاع فريق مانشستر سيتي زي مثلا اكي زي اكانجي، من اي حد من دفاع فريق مانشستر سيتي في الجوله الجايه، ولا ما اعملش تغييرات خالص واصبر كده، لان في طبعا بلانكس جايه وفي دبلز جايه وحاجات غريبه. ان شاء الله كابتن زهران هيعمل لنا حلقه كده يشرح لنا فيها كل الامور وهنعمل ايه في الفتره اللي جايه. ترتيب الحمد لله ارتفع الى 26197 على العالم، ترتيب الى حد كبير افضل ترتيب ليا حتى الان في الموسم ده. وزي ما ان شاء الله كده يعني اعمل كده باذن الله ان هنخش في العشرة الاوائل كده، او ال10,000 الاوائل مش ال10 الاوائل يعني على الاوفرول. وباذن الله نستمتع دايما كده بالفانتزي. يعني زي ما قلت لكم كده منتظر في الكومنتس تقولوا لي اي حد كده انتوا عايزينه باذن الله في الحلقه الجايه يكون معانا، وان شاء الله اكيد هيكون معانا باذن الله. دي كده كانت حلقتنا، ودايما يا رب نلتقي على خير والى اللقاء.